عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب رحنا على المزرعة قلنا لقينا هاي الخيارة من الموالي. هاي الخيارة نحن بدنا ناخذ البذور مشان نزرعها السنة الجاي. إذا الخيارة ما كانت مثل العجينة هي لا تقطفوها، خلوها. لو كانت لو إما يبست خلوها بالأرض. ليش؟ حتى بس تلين بهالطريقة هاي. بنيجي على البيت لهنا بنقصها بهالشكل. اكيد كلكم بتعرفوا بتمونوا بذور. شوفوا بنقصها بهالشكل. شايفين هاي البذور؟ هاي البذور كلها بناخدها. فاصل وبنرجع لكم الطريقة الثانية. هاي المقطع الثاني شباب، المرحلة الثانية بنكتهم بالمصفاية وبنفتح عليهم المي وبنغسلهم بهالشكل. غسلناهم شوي بنرجع بنكتهم بطاسة وبنعبي هلا فوق الطاسة مي. ليش؟ حتى نشوف الخيارة الناضجة بتنزل لتحت والخيارة المفوشة بتضل على وجه المي. كل شي خيارة طافت على وجه المي بنشيلها وبنكبها. ليش؟ لأنها مانا ناضجة، قلبها مفوش. أما كل شي خيارة صفت في أرضية المي فهاي خيارة ناضجة. شوفوا شلون هيك صفوا هدول ناضجات. نرجع بنحطهم بالمصفاي ونغسلهم مرة تانية حتى نشيل الوبر كله منهم. هاي المرحلة النهائية قبل النهائي. هلا بنشيلهم وبنحطهم على الشباك. حطيناهم على الشمس حتى بس ينشفوا. وهاي بذر البندورة نفس الطريقة. هاي بذر خيار نوعية تانية، هاي بذر خيار نوعية تانية، هاي بذر خيار نوعية ثالثة. هذا البذور ما هجين، هذا البذور تموين ذاتي. البذور الهجين بيجي بظروفي مختومة، بيجي بظروفي مختومة ومكتوب اسم الشركة عليها. إذا ما كان مختوم ما هجين. أنا فيني أحط له صبغة حمراء، فيني أحط له صبغة حمراء وأقول لكم هذا بذر هجين. هاي الصبغة الحمراء، هاي ليكوا الصبغة الحمراء تسبغ البذور للكب. ما نهجين، هذا صفها غش وافتراء على الناس. انتبهوا من البذور المضروبة تحصلوا على موسم كويس وجيد. ما انتوا عم تزرعوا بتستنوا اخر السنة ليطلع معكم النتيجة، واخر الشي تطلع البذور ما تحمل غير وردي لانه البذور ما نهجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.